رسالة لكل أم بترضع طبيعي 100%. انتي بطلة، واللي بتعمليه مش سهل ومش أي حد يقدر عليه. الرضاعة الطبيعية محتاجة صبر وطاقة مش طبيعيين. أنا كأم بعض طفلين فهمت وعرفت ده كويس قوي. اكتشفت ان الرضاعة الطبيعية محتاجة طاقة وصبر وسهر مش طبيعي وفوق الطبيعي كمان. وعشان كده الأم اللي بترضع طبيعي بتبقى محتاجة دعم من كل اللي حواليها وخصوصا جوزها. أنا كأم برضع طبيعي 100%. من كتر التعب مش قادرة أشوف حياتي، مش بعرف أنام نوم متواصل. آه، غير طبعا تعب جسمي وعظمي اللي على طول مستمرين وعلى طول واجعني، لأن الرضاعة الطبيعية بتسحب من كل الفيتامين اللي في جسمنا احنا كأمهات. وحتى مش بعرف اخرج، وحتى لو عرفت اخرج بيبقى خروجاتي كلها مقيدة وبحساب، ولازم افكر قبليها. لازم ابقى لابسة حاجة بزراير. لازم ابقى عارفة ان انا هبقى ممكن اخد جنب كده وانعزل لوحدي تماما في مكان محدش شايفني فيه، عشان وانا لابسة الساتر، لان البيبي بيفرق كتير. البيبي مش حجر عشان افضل مثبتاه وابقى قاعده طبيعي قدام الناس كلها. وحتى لو اكيد احنا كأمهات هنبقى مكسوفين واحنا بنرضع البيبي قدام الناس كلها حتى لو لابسين الساتر. ف... فبتبقى كل خروجاتنا بحساب، فاحنا ولا عارفين نخرج ولا عارفين نشوف حياتنا ولا عارفين نعمل اي حاجه. حتى ابسط حقوقنا ان احنا ممكن ندي البيبي لحد عشان نرتاح شويه او نعرف ننام، ده ما بيحصلش، ده بيبقى في النادر جدا، وما بيحصلش غير لما البيبي ينام. على عكس امهات كتير قوي حواليا، او امهات حوالينا كتير، كلنا احنا كأمهات بيدوا رضع او رضعتين صناعي او حتى وقت النوم او وقت الخروج عشان يرتاحوا، لان ممكن الوجبه الصناعي ان اي حد يقدر يعملها واي حد يشيل البيبي عن الام شويه وبترتاح. فانا مش طالعه ادي نصايح ومش بقول نصايح، بس لكل ام زيي بترضع طبيعي 100%. انتي قويه، انتي بطله، انتي تستحقي الدعم من كل اللي حواليكي. انتي قويه رغم تعبك، انتي قويه رغم وجعك، انتي قويه رغم السهر اللي انتي بتسهريه. ادعمونا يا جماعه، ادعموها يا جماعه، ادعموا الام. اي حد حواليه ام بترضع طبيعي 100%، ادعموها بجد، هي محتاجه الدعم ده. الدعم ده بيفرق جامد جدا جدا جدا. بلاش كلام سلبي، بلاش اي كلام ملوش اي لازمه. ادعموا اي ام بترضع طبيعي 100%.